احمد حسين داخل 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 احمد حسين حطها على يمين وائل حمدي. حمودي وحطها حمودي. كان يعني زي ما هتشوف حضرتك برضو في بعض اللقطات كانت احداثه جدا. انت امبارح حضرتك اتكلمت على الحكام وقلت ما فيه كفايه على الحكام. انا مش عارف ليه ما بيختاروش حكام يعني على كد المستوى. انا مش هتكلم طبعا على الحكم ولا هتكلم حاجه، لكن هي عداله السماء جادت ان هنا حسب ضربه الجزاء هنا يعني ما لهاش اي في بدايه المباراه، وحسب برضه ضربه الجزاء ممكن ما تتحسبش. انا في رايي انا طبعا اني رد الكره المسافه قريبه في ايد اللاعب تمام. فالماتش بس الماتش اللي كان عاوز معلش الماتشات اللي جايه يا كابتن انا مش هتكلم على احداث الماتش. يا ريت نتمنى اني يختاروا حكام لاني شدت المباريات وكله اللي عاوز يصعد واللي عاوز يبقى في المنطقه الدافئه. فنتمنى من الله ان يجيبوا لنا حكام على المستوى. الحمد لله احنا زعلانين والله من البونت. يعني احنا كان نفسنا نكون معانا في البونت نعدي فرقه الاسمنت الفرقه المحترمه دي، بنحيي الرجاله كلها بصراحه تعبت وعملوا اللي عليهم، وبنحيي كابتن عويس. احنا برضو عكاد كده كابتن عمرو نقول ما كناش موفقين والله، ولكن الحمد لله على البونت يعني وربنا كفانا في الاخر. برضو النهارده كان ماتش صعب للفريقين. النهارده احنا هم جايين فريقين بونتين علينا. النهارده احنا برضو كان عندنا حافز اللي احنا نكسب النهارده على ملعبنا ونعديهم، وهم برضو عايزين يكسبونا علشان خاطر يعدوا يدخلوا في المنافسه. اي حد بالفريقين النهارده كان هيكسب، كان هيدخل في المنافسه، ولسه المنافسه برضو في الملعب. النهارده اول ماتش في الدور الثاني. احنا كنا متوقعين ان هي كانت هتبقى مباراه ممتعه ككره قدم، ومباراه هتبقى فيها كر وفر كتير. الاسمنت فرقه كويسه ومعاهم مدرب محترم. كنا قافلين عليهم في مفاتيح اللعب بتاعتهم في نص الملعب والحته اللي فوق. الحمد لله ادينا كويس النهارده. الحمد لله على البونت. النهارده عملنا مباراه كويسه، نفذنا المطلوب مننا من المدير الفني كابتن عويس والحمد لله. يعني المباراه كانت صعبه باللعب فرقه اسمنت اسيوط، فريق محترم فريق كبير بينافس، واحنا يعني كنا بنعمل في الثلاثه بونت عشان نكمل في المنافسه برضه. بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا ببونت والحمد لله. لبرنامج ملعب الشمس الاستاذ عبد الناصر زيدان انقل الصوت والصوره الى الاستديو.